السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة خالد سبور. اليوم راح نحكو على اللاعب الجزائري والوافد الجديد في المنتخب الوطني الجزائري سمير شرقي ضد منتخب السعودية الودية، وما كان دوره مع سالم الدوسري. خلونا مع بعض ويلا نبدأ الفيديو. خوتي كيما شفتو سمير شرقي بصح دار ماتش كبير قدام السعودية، خصوصا كي كان مقابل سالم الدوسري. شوف سالم الدوسري لاعب خطير ومعروف بسرعته ومراوغته، بصح اليوم شرقي كان واقف وقفة رجال، ما خلاش يرتاح، كل كرة كان يلصق فيه، يقطع يضغط ويرجع للتمركز بسرعة. اللي عجبني بزاف فيه هو الهدوء تاع سمير شرقي، ما تخلاش من اسم سالم، لعب بثقة ودار واحد على واحد بنجاح. بزاف لقطات كما تشاهدون في الفيديو شفت فيها شرقي يسبق سالم للكرة ولا يغلق الزاوية باش ما يقدرش يدخل للعمق. بصراحة هذه من أفضل المباريات الدفاعية اللي دارها سمير شرقي مع المنتخب، وبين بينو باللي يقدر يكون عنصر مهم مستقبلا، بين باللي يقدر يكون عنصر مهم مستقبلا، خصوصا قدام لاعبين كبار كما سالم الدوسري. أداء رجولي وراقي وشرف المنتخب الوطني الجزائري. خوتي خلونا رايكم في التعليقات عن أداء سمير شرقي، واعطونا رايكم فيه حول المنتخب الوطني وفلاديمير بيتكوفيتش. هل يستاهل أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية مع المنتخب في تصفيات كأس في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم؟ سلام.